هاتي علبة صغيرة وتعالي هنعمل وصفة هتطولك ضوافرك في خلال أسبوع وهتشوفي النتيجة. شايفين أصلا النتيجة قدام عينيكوا على ضوافري. أنا جربتها أسبوع وجيت أعيد تاني الوصفة بتاعتي، فحبيت إن أنا أشارككوا الوصفة دي. بس أهم حاجة مش عايزين قرقضة في الضوافر، إن هو تقعد تاكلي في ضوافرك، دي مش عايزينها. شايفين شكل ضوافري عامل إزاي؟ ده خلال أسبوع واحد بس، فهكررها تاني عشان النتيجة عجبتني جدا. أول حاجة هنجيب كبسولات فيتامين ه 1000 من الصيدلية. سعر الشريط مش غالي، هو هينفعك كتير قوي في حاجات كتير قوي تانية للشعر وللبشرة، وبنعمل بيه وصفات كتير قوي، وكمان بنستخدمه على حمام الكريم. أول حاجة زي ما قلتلك كبسولات فيتامين ه، هناخد الزيت اللي جواها. تقدري ان انت تحطيها على الفازلين او تستخدميها على الضافر على طول، بس يفضل في الوصفة دي ان انت تحطيها على معلقة فازلين. يعني لو انت مش عايزة، ما عندكيش فازلين وعايزة تحطي الفيتامين ه، مفيش مشكلة، حلو جدا للضوافر. وتعملي مساج كده للضافر نفسه، ده برضو طريقة تطولك ضوافرك. الطريقة دي واللي هي الأحسن مليون مرة، هتجيبي معلقة فازلين ومعلقة من زيت الزيتون، وزي ما قلتلك الكبسولة فيتامين ه 1000 ده هتلاقيه في الصيدلية موجود، وسعره مش غالي، أنا جايباه بقالي كتير وبستخدمه في حاجات كتير جدا. يبقى معلقة زيت زيتون، معلقة من الفازلين، وكبسولة الفيتامين ه، وتفضيها الزيت اللي جواها. تخلطي المكونات كلها مع بعض، تتأكدي ان انت خلطتي المكونات كلها مع بعض كويس جدا. علبة فاضية ونضيفة تبدأي ان انت تحطيها فيها. شايفين دي انا العلبة دي تاني مرة بكررها، خلصت معايا وهتقعد معاكي اسبوع بس. هنستخدمها الصبح وبالليل. بالليل هنحطها على ضوافرنا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، على الضافر كله وحوالين الضافر والحتة اللي هي ما بين الجلد والضافر. ولو انت عندك اللي هو الجوانتي السيليكون البسيه، ما عندكيش مفيش اي مشكلة، تخليكي بقى نايمة بيها لغاية تاني يوم، والصبح تحطيها وتسيبيها ساعتين. اهم حاجة تعملي كده زي مساج للضافر نفسه، هتفرق معاكي جدا. وانتي حاولي ان انتي تعملي، شايفين الجلد الميت اللي بيبقى حوالين الضفر ده، وجوده بيمنع ان الضفر يطول او بيخليه ضعيف اصلا يعني. فانتي حاولي ان انتي لو انتي عندك مثلا زقاقه، تبداي ان انتي تزقي الجلد الميت ده او بالمبرد بتاعك، بس بالراحه عشان ما تتجرحيش. اهم حاجه ان انتي تنضفي الجلد الميت اول باول اللي حوالين الضوافر. وتحاولي ان انتي تعملي لنفسك بديكير في البيت لايديكي، كل حتى مثلا 20 يوم هيبقى حلو جدا. الباديكير سهل جدا وعملته معاكم قبل كده وهعمله لكم تاني لو انتوا عايزين. دي الوصفة اللي احنا عملناها مع بعض، عبارة عن معلقة فازلين، معلقة زيت زيتون، وكبسولة واحدة من فيتامين ه. مفيش ريحة نفاذة ليها زي الوصفات التانية بيبقى فيها ريحة نفاذة عشان التوم. لا، انت هتستخدميها مرة الصبح ومرة بالليل وهتشوفي نتيجة حلوة جدا. ده شكلها اهو بعد ما حطيتها في العلبة، وزي ما قلتلك تستخدميها الصبح وبالليل. النتيجة اللي على ايدي دي، النتيجة دي خلال اسبوع بس. وطبعا اهم حاجه زي ما قلت لك بلاش قرقده، انا واحده من الناس اللي بتاكل في ضوافرها، فده بلاش خالص منه عشان تشوفي النتيجه حلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو.